اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام البنات، كيف نتوما؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم خير البنات. البنات اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الفطائر او الباقيط الصراحه اللي كيجي رائع ولذيذ بواحد الحشوه رائعه البنات، واللي كنتمنى تنال اعجابكم البنات. وغنبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو منها، غادي نعجنوا العجين اللي غادي نستعملو في العجين. الدقيق الابيض البنات، واحد الكاس ديال الفينو. كنتمنى البنات تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش بواحد اللايك والتعليق كيف ديما. وشكرا لكم بزاف البنات على دوك التعاليق اللي كديروا ليا في الفيديوهات كاملين. الله يخطيكم، الله يحفظكم ويسهل عليكم يا ربي. شكرا لكم بزاف الصراحه، بكم يعني باش كتزيد القناه، يعني كتطلع، كتزيد كتكبر. هنا البنات درت الملحه، شيشه ديال الملحه، وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الزيت، و2 معالق كبار ديال السكر حبيبات. وغادي نحتاجو البنات معلقه صغيره ديال الخميره والماء دافئ باش نجمعوا العجين. هنا البنات غادي نجمع العجين بلا ما نطول عليكم الفيديو، غادي نجمعه ونرجع معكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما جمعت العجين ديالي غادي نخليه يرتاح مزيان. وهنا غادي ندوزو نجيب واحد المقله اللي غادي نطيبوا فيها الحشوه اللي غادي نحتاجو فيها. القرعه عندنا هنا الكورجيت اللي محكوكه والبصله مشلضه وخيزو اللي حتى هو محكوك. وبالنسبه للحشوه البنات تطعموا باش ما بغيتو صراحه. الحشوه هذه كيجي رائع. هاد الباكيط او المعمر الصراحه كيجي لذيذ بزاف. وغادي نضيفوا شويه الملحه، وغادي نضيفوا البنات كذلك سكنجبير والخرقوم وفلفل احمر كذلك حتى هي، الزيت. غادي نضيفوا كذلك الربيع، وغنديروا واحد الراس صغير، يعني معلقه صغيره ديال الحاره. بالنسبه للحاره البنات اللي كيعجبوا الحار، وفي هاد الفطائر البنات الصراحه كيجي فيه الحار زوين، ما تشبعوش منه الصراحه، كيجي لذيذ بزاف بالحار. ومصبل الحار البنات بطبيعه الحال الا كيعجبكم. هنا البنات من بعد ما طيبت ديك الخضره كامله وضفت ليها الكفته ديال الدجاج والشعريه ديال الرز. هنا غادي نخليها تبرد البنات، وغادي ندوزو العجين باش نصوبوها. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله، من بعد ما خليت العجين ديالي ارتاحت غادي نجي نكور منها واحد 2 كويرات باش نطلقوها. غادي نكوروها البنات ونخليوها ترتاح واحد 5 دقائق باش تجينا سهله في الخدمه. هنا البنات من بعد ما خليتها ارتاحت غادي نسرحها بحال هكا، وغادي نديروا ليها نقادوها بحال المسمن كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. غادي نزيدوا الثانيه البنات غنقادوها كيف الاولى. ودابا غادي نجيبوا الحشوه باش غادي نعمروا الباكيت ديالنا او المعمر اللي كيجي بحال اللي كيجينا رائع البنات. كيف ما كتشوفوا معايا راه الفيديو كيشرح راسو براسو. من بعد ما سرحت ديك المسمنه غادي نعمر فيها ديك الحشوه. وانا غادي نقطعها بالسكين. غادي نهزها نحطها في واحد يعني الطبسيل اللي غادي ندخلوها للفران. هنا البنات نفس الطريقه غادي نزيد كذلك نعمر حتى هذه بديك الحشوه، ومن بعد غادي نلويها ونحطها في الصينيه اللي غادي ندخل الفران. هنا البنات غنستمر بحال هكا نفس الطريقه حتى نسالي. يعني ساهله البنات وبسيطه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه.
طريقة سهلة البنات. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا راه ما شاء الله خرج لي واحد 4. غادي نقطعوها بحال هكا، ومن بعد غادي ندهنوها باصفر ديال البيض، ونرشوا عليها يعني اللي كان عندكم في الدار، الشوبي يا الزنجلان يا اللي كان عندكم. هانتوما البنات من بعد ما يعني ما دهنتها بالاصفر ديال البيض، دابا غادي ندخلها للفران، وهذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما طيبناها البنات يعني وخرجناها مباشره. من بعد ما خرجتها دابا من الفراز صراحه كتجي رائعه البنات، ما نقولكمش هي البنات كيفاش كتجي لذيذه بزاف بزاف. وهذا هو الفيديو ديالنا اللي شاركت معكم اليوم، اللي كنتمنى ان اعجابكم البنات، ولا عجبكم البنات ديروا واحد اللايك بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو. ودابا بقى لي نقول لكم السلام عليكم، باي باي.